ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. شكرا محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد الاستثنائي، هذا الموعد بالطابع العربي المغربي، في أجواء عالمية، في أجواء خيالية، في أجواء مثالية في استاد الثمامة. بالأمس كنا شاهدين على انتصار تاريخي للمنتخب المغربي، هنا كان الفوز بالثنائية على الشياطين الحمر منتخب بلجيكا، واليوم نتطلع لانتصار جديد وعبور نحو الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ المنتخب المغربي. نعم، امال العرب معقودة على المنتخب المغربي للمرور الى الدور القادم ومواصلة المشوار بعزيمة الرجال وكذلك بهتافات ومؤازرة الجماهير. سنحقق المراد. اليوم المنتخب المغربي مشاهدينا الكرام، الحمد لله على عودة ياسين بونو في حراسة المرمى، شيء مهم جدا مع الدور الكبير الذي قام به منير المحمدي في اللقاء الماضي. اشرف حكيمي اليوم موجود رغم انه اصيب في المباراة الماضية، لم يكمل اللقاء الماضي، ولكن هنا رسائل اطمئنان من الطاقم. بسم الله على بركة الله، توكلنا على الله في مباراة من اجل العبور الى الدور الثمن النهائي. تمشي كرة مغربية، الكثيرون من اشرف حكيمي مرة اخرى، زياش العرضية بالراس، مرت الانذار الاول، الومضة الاولى بالنسبة للمنتخب المغربي. حذر من التسديدة بعد ذلك، ولكن هنا لا زالت مغربية. جول 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 جول. ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك انت مغربي، عليها محلاها الراية المغربية، عليها محلاها الراية المغربية. 1-0. المغاربة يستفسدون، المغاربة يسجلون، المغاربة يفتحون الابواب نحو الدور الثامن النهائي ان شاء الله. هذه البداية ومازال هات الصورة يا مخرج المباراة. هو الفنان، هو الرسام، هو المبدع. زياش يا حبة المشماش، زياش يا حبة المشماش. ايام الهداف التاريخي للصابيري، الصابيري الشباك لا زالت مغربياش. حكيم زياش يرفع، حارس في الضربات الراسية الصابيري، نعم الصابيري زياش يرفع ودي بالرابط العرضية. مرت سلامات، السلامة على كرة كانت صعبة جدا على مرمى الحارس ياسين بونو. أول خرجة هجومية وأول تنشيط الجبهة الدفاعية من طرف اللاعب نايف أكرد. يا زياش، عالم يا زياش، يلا يا زياش، 1-1، يلا يا زياش، مرر زياش في دار المدافعين، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول، يلا جول. الله أكبر، جول مغربي، جول مغربي. التاريخ يكتب من جديد، التاريخ يكتب من جديد. يوسف نصيري، الله ينصرك يا نصيري، الله ينصرك يا نصيري، ينصر دينك يا نصيري على الجول، ينصر دينك يا نصيري على الجول. تهتز المدرجات، استيريا 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 في استاد الثمامة. يوسف نصيري دخل التاريخ، دخل التاريخ. أول لاعب مغربي يسجل في كأسين عالميتين، أول لاعب مغربي يسجل في نسختين، هكذا يكتب على الجهة اليمنى. 2-0. سيد عندك يا رومان، عندك يا رومان يا سيد. الإفلام من طرف المدرب وليد الركراكي، لكن الأربعة الآن والتمريرة فيها تسلل. الثالث كان قريب، يعني في السنوات الماضية. يلا ممكن عرضية خطيرة، هذه الكرة خطيرة، صعبة هذه الكرة في نهاية المطاف. الشباك في
الشباك. هدفان مقابل هدف واحد. اعتقد بالنيران الصديقه، اعتقد بالنيران الصديقه ياسين يا بونو نايف اكرد. معلش لازلنا متفوقين، معلش كنا نتمنى نتفادى هذا الهدف مع اقتراب نهايه شوط المباراه الاول. تشوف المرور بهذه الكيفيه. هدف ضد مرمانا عن طريق لاعب ياسين. 0 مقابل 0 مع اقتراب نهايه الجوله الاولى. يرفع كره زياش وبالراس وسدد جول. في اللقطه الماضيه والحكم يقول لا انتصار ولا شيء غير الانتصار. باقي على نهايه شوط المباراه الاول من اجل المرور الى الدوري الثاني بحول الله. هنا ضربه البدايه، توكلنا على الله، بسم الله ينطلق شوط المباراه الثاني. هدفان مقابل هدف واحد مع نهايه شوط المباراه برباعيه. وكان هذاك زياش من زياش مرر يا زياش، يلا جول حكيم الضعف، وبالتالي وجب استغلاله كما استغلينا الاخطاء من الجهه اليمنى. يا سلام يا نصيري. فيها صافره، فيها صافره وبطاقه صفراء. وليد الركراكي يطلب الان الحمد لله سلبي للمنتخب الكندي. هنا بوفال يرتكب مخالفه، حكم يقول له ارتكبت مخالفه. معلش هدوءك يا بوفال. الجانبيه مرفوعه الكره مرة جانبية. السلام على كرة صعبة، السلام على كرة صعبة لأنه كان أي واحد ممكن يلمسها. هنا على مستوى القائم الثاني الحمد لله أن اللاعب لارين وصل. انطلاقة من هويلات خطيرة. هذه الكرات الصعبة اللي لازم الحذر منها. هذه مرت سلامات على مرمى ياسين بونو. شوف الإعادة، هنا كان في دفع واضح، هنا كان احنا عاوزين البصل يبقى ظاهر شويه زي ما انتم شايفين كده. هي الاكلات دي كلها الهدف منها ان احنا مثلا اوقات بنيجي اخر الشهر بتبقى الميزانيه خلاص. طب انا مش لازم اعمل مثلا عشان النهارده يعدي لازم اعمل فراخ مثلا او بط او سمك او اكلات مكلفه، خصوصا لو افراد الاسره مثلا 3 4. فاحنا بنحاول نقتصد. يعني انا ان شاء الله في فيديو هجيب لكم كده انا الكبد دي جايباها شاريها مثلا الكيلو عاملاها على مرتين، المره الواحده بتعمل الطبقين اللي شفتوهم دول. حبه فلفل اسود وحبه ملح بس لا اكتر ولا اقل، وهننزل على البصل كده على النار نقلب براحتنا خالص. تعليش النار عشان ما يتحرقش منك لحد ما يبدا بقى ايه يدبل معاكي. اول ما يبدا معانا نروح نازلين بالكبد والقوانص. شايفين حجم البصل عامل ازاي؟ وبعد ما يتكرمل معايا اصلا ده كله هيقل، الكميه دي كلها هتخس معاكي زي ما انتم شايفين كده اهو.